الساعة 3 وتلت بتوقيت ألمانيا. مشيت لأصحابي بالصدفة لقيت عندهم قمح في البيت، فقررت طوالي إنه أعمل باكومبا. فخلونا نشوف الطريقة مع بعض. في الأول حقوم أبل القمح، لأنه عادة القمح بيحتاج فترة طويلة في النار. فبس كده حنسهل العملية بتاعة الاستواء. فدي وصفة الليلة، البعض منكم أكلوها وفي ناس سمعوا بها فقط وفي ناس حتى ما سمعوا بها. وجيت هنا تقريبا بعد 3 ساعة، شديت القمح بتاعي، أضفت عليه زيادة بتاعت موية لأنه هو بيحتاج موية كتيرة. وبعد ما غلي هنا شلت منه الروة بالجنبات ووطيت عليه النار. خلونا نشوف باقي المكونات مع بعض. مسافة القمح يستوي. عندي هنا بوتي اللي هو الكاستر، عندي سمن نباتي ونص لتر بتاع حليب، كاسة إلا ربع سكر، وعندي فانيليا، وكان ده هنا البوتين بتاعي. فشلت حاجة بسيطة من الحليب أضفتها للبوتين، هاحله وأسيبه على جنب. فكان في المسافة دي خلاص القمح بتاعي استوى جاهز. الخطوة اللي بعدها طوالي حقوم أضيف الحليب بتاعي كله وأحرك. الخطوة الجاية طوالي حضيف البودنج بتاعي مع التحريك باستمرار عشان الحلة بتاعتي ما تمسك تحت. وبعدها حقوم أضيف الفانيليا والسكر. السكر طبعا يا جماعة حسب الرغبة. الفانيليا إذا اتوجدت أوكي، إذا ما اتوجدت ما ضروري، فهي حاجة لتعزيز النكهة. فكده ده الشكل النهائي للباقومة بتاعتنا. أضفتها في معون وبعد كده أضفت عليها ملعقة كبيرة بتاعت سمن، فيا حبذا إذا كان السمن بلدي. بعد ذاك بتشوف الإضافات حسب الرغبة. أنا عملت زبيب وعملت كوكوس وعملت طحنية. في ناس بتضيف مربى وفي ناس بتضيف بسكويت، الموضوع اختياري. فكان ده الشكل النهائي، وهنا أقول لكم يلا، تشاو بلا تشاو.